عارفين افلام روتانا سينما؟ الافلام اللي احنا بنجيبها ونشغلها علشان نتفرج عليها واحنا بناكل دي، الافلام اللي هي اصلا بنفسها اعترفت ان هي معمولة علشان كده وعملت لها بلاي ليست على اليوتيوب اسمها وانت بتاكل. افلام الريتنج بتاعها حرفيا مش معدي ال4/10، ولكن رغم كده كل مرة بتيجي تتغدى تفتح روتانا سينما تلاقي فيلم منهم تقوم سايبه علشان واي نوت. افلام مش محتاجه تفكير ولا تركيز ولا ان انت تبقى بتتفرج اساسا، انت كفايه تبقى مركز في طبق الباميه اللي قدامك وبتسمع الاحداث اللي بتحصل وخلاص. افلام في الغالب كلنا حفظناها من كتر ما شفناها اصلا. في قائمه النهارده بقى معانا 7 افلام من النوعيه دي، انا شخصيا مهما بلاقيهم على روتانا او على اي قناه تانية بفضل اتفرج عليهم سواء باكل او سواء ما باكلش. مش لانها افلام حلوه خالص، هي افلام وحشه جدا، هي يمكن اوحش افلام اتعملت في تاريخ السينما المصريه، ولكن ورغم كده هي افلام مش محتاجه اي نوع من انواع التفكير او التركيز. وخلونا نعترف كده ان كل ما بتكبر في السن وخاصه الفتره دي كل ما همومك بتبدا تزيد وكل ما دماغك بتبقى مشغوله تقريبا ل 24 ساعه في ال 24 ساعه، فبتبقى محتاج ان حتى وانت بتاكل ولا بتتفرج على التلفزيون تكون مطفي دماغك، مش بتفكر ومش بتركز. في اوقات كتير جدا مش بيكون مطلوب فيلم حلو وعظيم وكادراته ما حصلتش قبل كده والسينماتوجرافي بتاعته ما جاتش قبل كده، لا، بيبقى مطلوب حرفيا فيلم تافه ودون المستوى ووحش ومش محتاج بنص جنيه تفكير حتى. فنبدأ مع الفيلم الأول في قائمتنا النهاردة، وهو فيلم أيامنا الجاية اللي صدر عام 2008. فيلم أيامنا الجاية تقييمه على cinema.com هو 2.6/10. الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب محدش فيهم خالص معروف، بيسندهم مجموعة من النجوم الكبار زي عزت أبو عوف الله يرحمه وسوسن بدر ومحمد شومان وانتصار ويوسف داوود الله يرحمه. الفيلم بيتكلم عن مجموعة شباب حبوا بعض فقرروا في يوم من الأيام إن هم يتجوزوا عرفي. سهلة يعني. فالتلات شبان الولاد بيسافروا على اسكندرية في نفس الوقت اللي التلات شابات البنات عندهم رحلة تبع الكلية لاسكندرية. بيزوغوا البنات من الرحلة وبيقابلوا الشباب في فيلا وبيتجوزوا عرفي، ولكن من هنا بتبدأ المصايب الكوميدية تحصل على دماغهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الفيلم حقيقي طبعا محدش يعني يكون مستني منه اي نوع من انواع التمثيل او المستوى او الكتابة او التصوير او اي حاجة في الدنيا. الفيلم قولا واحدا وحش طبعا، ولكنه حقيقي واحد من اكتر الافلام اللي بتخدم الغاية بتاعت ان انت تبقى بتتفرج وانت مطفي دماغك تماما. والفيلم من تأليف مصطفى سعد ومن اخراج محمد الشناوي. الفيلم التاني واللي من ايقونات روتانا سينما طبعا هو فيلم ابقى قابلني، واللي تقييمه على cinema.com هو 3.9/10، ما كملش 4 حتى. الفيلم من بطولة محمد لطفي وأميرة فتحي وعلاء مرسي وسعد الصغير وغسان مطر. والفيلم بيحكي عن 3 حرامية صحاب بيقعوا في ايد اخصائية في القانون عندها نظرية بتقول فيها ان المجرم يمكن اصلاحه اذا توافرت لديه الظروف المناسبة، وبتبدأ تتبناهم علشان تصلحهم. فهل هيتصلحوا ولا لا؟ الفيلم من تأليف سيد السبكي ومن اخراج اسماعيل فاروق، وبكل تأكيد طبعا هو فيلم وحش، فيلم من بطولة سعد الصغير يعني، ولكن وللأسف الفيلم فعلا إلى حد كبير متماسك، إلى حد ما له قصة، وإلى حد ما لو شغلته ممكن تكمله لآخره. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم بونسواري من بطولة غادة عبد الرازق ومي كساب ونهلة زكي وحسن حسني. الفيلم تقييمه على cinema.com هو 3.8/10، وبيحكي عن 3 بنات اخوات كل واحدة فيهم مختلفة عن التانية، والدهم بيتوفى ومش بيسيب لهم أي حاجة غير كباريه، وبسبب الفقر وبسبب احتياجهم الشديد للمال وبسبب ان هم عليهم ديون كتير عايزين يسدوها بيضطروا ان هم يديروا الكباريه ده. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الفيلم صدر عام 2010 وبكل تأكيد هو واحد من اوحش الافلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك. الفيلم من تأليف محمود ابو زيد ومن اخراج احمد عواد، ولكن ده ما ينفيش ان الفيلم ده لو اشتغل انت ممكن تكمله لاخره، ممكن وانت بتتفرج عليه تضحك مرة او 2 مش اكتر من كده ما اعتقدش. ولكن بكل تأكيد الفيلم ده مش محتاج منك أي تفكير أو أي تشغيل دماغ أو حتى 1% تركيز مع أحداثه. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم علقة موت اللي صدر عام 2009. الفيلم تقييمه على cinema.com هو 3/10، والفيلم من بطولة مصطفى درويش وحسين مملوك وطبعا كابتن ممدوح فرج الله يرحمه. الفيلم بيتكلم عن 2 عواطلية وأول ما بيشتغلوا حظهم بيوقعهم في مصيبة هتلبسهم جريمة قتل. وعلى خط تاني مصر بتنظم بطولة عالمية للمصارعة، ولكن في جهات إرهابية عايزة تبوظ الحدث ده علشان تشوه سمعة مصر.
فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ طبعا علقة موت واحد من الافلام الكلاسيكية في الفئة دي، واحد من اوحش الافلام اللي ممكن حد يشوفها في حياته، واحد من اكتر الافلام اللي تقريبا ما فيهاش اي حاجة، ولا قصة ولا تمثيل ولا تصوير ولا اخراج ولا اي حاجة نهائي. الفيلم اتعمل في ظروف غامضة ومحدش لحد النهاردة عارف الفيلم ده اتعمل ليه اصلا ومين المستفيد من الفيلم ده، ولكن بكل تأكيد الفيلم ده بيخدم الغاية اللي بنتكلم فيها. انت تقدر تتفرج عليه وما تعملش حاجة تاني في حياتك بعدها اصلا باقي اليوم. الفيلم من تأليف نافع عبد الهادي ومن اخراج ماجد نبيه. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم حفل زفاف، والفيلم ده على فكرة طاقم التمثيل فيه مش قليل، يعني محمد رياض وهايدي كرم وإياد نصار وأحمد التهامي ومصطفى هريدي، يعني مش ناس مغمورة أو مش معروفة، إلى حد كبير أغلبهم معروف جدا. الفيلم تقييمه على سينما دوت كوم هو 3.7 وصدر عام 2009. والفيلم بيحكي عن مجموعة أصدقاء، واحد منهم هيتجوز خلاص في خلال أيام، فأصحابه بيقرروا إن هم يجمعوه ويطلعوا بيه سفرية كده لشرم الشيخ علشان يعني يروق على نفسه بقى ويعملوا له حفلة عزوبية. ولكن في حفلة العزوبية دي بتحصل مصيبة كبيرة جدا بتخليهم كلهم في خطر شديد جدا. الفيلم من تأليف أحمد يسري ومن إخراج أحمد يسري برضو، وحقيقي هو واحد من اكتر الافلام العجيبة والغريبة، واللي مش هقدر ادعي ان قصتها مهلهلة او مش متماسكة، لان قصتها الى حد كبير متماسكة، ولكن كتير من الاحداث غير مفهومة وغير مفهوم غايتها اساسا. ده غير طبعا الاداءات التمثيلية الضعيفة جدا تقريبا من الجميع، غير الاخراج الضعيف جدا جدا من المخرج احمد يسري. ولكن الفيلم برضه بيخدم غايته وتقدر تتفرج عليه بدون اي نوع من انواع تشغيل الدماغ نهائي. الفيلم السادس معانا في قائمة النهاردة هو فيلم ماشيين بالعكس، اللي صدر عام 2008 واللي تقييمه على السينما دوت كوم 3/10. الفيلم من بطولة محمود عبد العظيم وحسام داغر ومحمد شرف الله يرحمه، ومجموعة من بعض الممثلين اللي ما اعتقدش ممكن يكون حد عارفهم وما اعتقدش ان هم ممكن يكونوا مثلوا في حاجة تانية اصلا. بيتكلم عن شاب بيدور على شغل، فصاحبه اللي هو محمد شرف الله يرحمه بيجيب له شغل في قرية سياحية وبيروح يشتغل فيها هو وصاحبه اللي هو حسام داغر. وفي نفس الوقت هناك في رحلة لجامعة وشوية شباب تانيين هناك، والشباب دول كلهم أغرب من بعض بصراحة. معرفش وقع الاختيار عليهم كممثلين ازاي أساسا، ولكن من هنا الأحداث بتبدأ. الفيلم بكل تأكيد هو واحد من الأسوأ على الإطلاق، يمكن أسوأ من أسوأ حاجة ممكن تكونوا شفتوها في حياتكم. الفيلم فيه مشاكل كتير جدا تقنية، في أوقات كتير جدا كان المايك بيقطع منهم وهم بيصوروا وكانوا بيضطروا يعيدوا المشاهد دي عن طريق الدوبلاج، وده كان بيكون ظاهر جدا. في أوقات المايكات تقريبا غرقت منهم في المية أو حاجة، في حاجات غريبة حصلت في الفيلم ده. الأداءات التمثيلية تقريبا في الأرض، تقريبا محدش حاول إنه يمثل في الفيلم ده من الأساس. الفيلم بكل تأكيد هو كارثة، ولكنه بيأدي الغرض برضه، تقدر تتفرج عليه يعني وانت قاعد ما بتعملش أي حاجة يعني في أحداث بتحصل قدامك وخلاص. الفيلم من تأليف عادل أبو الفتوح ومن إخراج مساعد فودة. والفيلم الأخير معانا في قائمة النهاردة هو فيلم الأكاديمية، وأعتقد إن الفيلم ده ممكن يكون مفضل بالنسبة لناس كتير أساسا. الفيلم صدر عام 2009 وتقييمه على السينما دوت كوم هو 3.7. الفيلم من بطولة إدوارد مع عضوين من فريق واما اللي هم أحمد الشامي وطبعا نادر حمدي وريهام عبد الغفور وميرنا المهندس الله يرحمها. الفيلم بيتكلم زي ما هو باين من اسمه يعني عن شوية طلاب في أكاديمية، وبيحصل لهم أحداث كده وأنت بتتفرج عليها، والموضوع بيتطور بعد كده بقى قوي لحاجات بقى غريبة وحاجات خطيرة شوية زيادة عن اللزوم، ما تفهمش برضو هي حصلت ازاي واتطورت ازاي يعني، بس الموضوع بيدخل فيه يعني موضوع كبير يعني، ما أنا مش عارف بصراحة ده حصل ازاي، ولكن تقدروا تتفرجوا على الفيلم بنفسكم وتقولوا لي يعني ممكن تشرحوا لي الفيلم ده حصل ازاي. الفيلم من تأليف عبد الفتاح البي ومن إخراج إسماعيل فاروق. والفيلم طبعا هو واحد من افشل الافلام اللي ممكن حد يشوفها في الدنيا، ولكنه فيلم ممتع جدا وده شيء غريب جدا، وكفايه يعني ان الفيلم فيه واحده من اشهر الاغاني اللي كلنا بنحبها طبعا وكلنا بنحب نسمعها ونعيط عليها، واستاذ نادر حمدي تعبنا كلنا فيها. وانا كده خلصت قائمه النهارده. يا ريت في الكومنتس تسيبوا لي رايكم عن افلام بتحبوا تتفرجوا عليها وانتم مطفيين دماغكم وما تفكروش وانتم بتاكلوا وانتم مثلا بتناموا او اي حاجه زي كده، قولوا لي افلام من النوعيه دي مفضله بالنسبه لكم. وسلام.